اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. قصتنا بتبدا مع بنت اسمها إلي بتحب المزيكا والازياء، ودايما بتحلم انها تبقى مصممه ازياء كبيره عشان تحقق حلم مامتها اللي ماتت واللي كانت مصممه ازياء برضه. إلي بتحب مامتها قوي لدرجه انها دايما بتشوفها في المرايه. إلي عايشه مع جدتها JP في ارياف لندن، وفي يوم بيوصل لها جواب بانها اتقبلت في مدرسه الازياء والموضه في لندن اللي بتكون في مدينه سوهو. إلي بتكون فرحانه قوي وجدتها كمان بتكون فرحانه بيها، بس جدتها بتحذرها من العيشه في لندن عشان فيها ناس كتير وحشه. إلي بتطمنها وبتعرفها انها تخلي بالها من نفسها ومش هتخلي حاجه تشغلها عن تحقيق حلمها. وبعدها إلي بتركب القطر وبتوصل لندن، بس إلي لما بتركب التاكسي بتقلق من السواق لانه بيتكلم بطريقه غريبه ومخيفه، فبتقوم نازله قدام محل من المحلات وبتدخله وبتستنى لحد ما السواق يمشي وبتكمل طريقها مشي. وبتوصل إلي سكن بتاع الطالبات وبتقابل بنت اسمها جوكاستا وبيتعرفوا على بعض. إلي بتحكي قصتها لجوكاستا وجوكاستا بتعرفها ان هي كمان مامتها ماتت وهي صغيره، بس وهما بيتكلموا جوكاستا بتسمع صوت بنات بره فبتقوم تتعرف عليهم وبتروح إلي وراها بتتعرف هي كمان على البنات. ولما بيسالوها مامتها ماتت ازاي بتقول لهم انها انهت حياتها، فكلهم بيزعلوا وبيعتذروا لها وبيعرفوها انها بنت شجاعه. لكن جوكاستا بتغير من إلي وبتقول لهم ان عمها هي كمان انهى حياته، فبيقولوا لها وانت كمان شجاعه. جوكاستا بتاخد البنات وبيخرجوا ويروحوا الكافيه، بس إلي وهي في الحمام بتسمع جوكاستا وهي بتتكلم عليها مع البنات بطريقه مش كويسه، فبتقرر انها ترجع على السكن. بس بعد شويه إلي بتلاقي جوكاستا عزمت شباب وبنات كتير من الكافيه عشان يكملوا السهره في الشقه بتاعته. إلي وسط كل ده ما بتكونش مرتاح لدرجه انها بتنام في الصاله لحد الصبح. عشان كده إلي بتصحى متاخر وبتروح جري على المدرسه وبتلاقي المدرج كله مليان، لكن في ولد اسمه جون بيشاور لها على مكان فاضي جنبه. إلي بتقرر انها تسيب الشقه وتروح تدور على مكان تاني، وبتلاقي اعلان صغير فبتتصل بالرقم اللي فيه وبترد عليها ست عجوزه اسمها كولينز اللي بتوصف لها العنوان بتاع البيت. إلي بتقابل ميس كولينز اللي بتفرجها على البيت وعلى اوضتها وبتسالها عن رايها في البيت، فبترد عليها إلي وبتعرفها ان المكان عجبها قوي، خصوصا ان الديكورات بتاعته كلاسيكيه من الستينات. وبيقعدوا مع بعض وإلي بتحكي لميس كولينز قصتها وبتعرفها انها طالبه في مدرسه الازياء، وميس كولينز بتعرفها بالقواعد اللي هتمشي عليها في البيت وإلي بتوافق عليها كلها. بعدها إلي بتروح تلم هدومها وترجع على بيت ميس كولينز وبتشغل المزيكا بتاعتها وبتنام. إلي لما بتصحى بتلاقي نفسها في الستينات وماشيه ناحيه مكان فيه كافيه، ولما بتدخل الكافيه وتقف قدام المرايه بتلاقي نفسها بقت بنت اسمها ساندي وبتنزل للقاعه بتاعه الكافيه، لكن لما بتبص في المرايه بتلاقي نفسها كانها بتتفرج على ساندي. ساندي بتكون عاوزه تشتغل مطربه في الكافيه ده وبتسال عن صاحب المكان، بس الويتر بينصحها تروح تتكلم مع جاك عشان هو مدير اعمال اكتر من مغنيه وممكن يساعدها. ساندي بتروح تتكلم مع جاك وبتعرفوا انها عاوزه تكون النجمه بتاعه المكان. جاك بيعجب بيها وبثقتها بنفسها وبيطلب منها توريه رقصه استعراضيه، وعلى طول ساندي بتقف وسط المكان وبتبدا ترقص. لكن بعد شويه بيدخل عليها راجل كبير في السن وبيعاكسها، بيدخل عليه جاك وبيضربه وبياخد ساندي وبيهرب بيها من المكان. بعدها جاك بيوصل ساندي للبيت اللي بتدخل اوضه إلي وبتنام في سريرها. كل ده إلي بتكون شايفاه وهي مذهوله، ولما بتيجي تلمس ساندي بتلاقي نفسها صحت من النوم. في المدرسه إلي بترسم تصميم الفستان اللي كانت ساندي لابساه، وبيكون جون زميلها معجب قوي بالتصميم ده وبيعرف منها انها بتحب موضه الستينات قوي. بس جوكاستا بتكون شايفه اللي بيحصل وبتروح عشان تشوف الرسمه بتاعت إلي، لكن إلي بتتفاجئ ان جوكاستا بتاخد بالها من تعويره في رقبتها وبتستغرب قوي وبتسال نفسها هي شافته امبارح ده كان حلم ولا كان علم. ولما إلي بترجع على البيت وبيجي وقت النوم بتكون ملهوف عشان تنام وتكمل حكايه ساندي. وفعلا إلي بتقوم من نومها وبتمشي ناحيه السلم وبتنزل تفتح الباب عشان تلاقي جاك واقف قدامه وهي بقت ساندي. جاك بياخد ساندي وبيروحوا على صاحب كافيه كبير غير بتاع امبارح اللي بيطلب منها تغني قدامه علشان يقدر يحكم على فنها. ساندي بتغني اغنيه حلوه بتعجب صاحب الكافيه قوي وبتعجب إلي كمان اللي بتكون قاعده بتتفرج عليها. وبعدها ساندي بتطلب من جاك انه يكون مدير اعمالها. إلي بتصحى من النوم وبتقرر انها تصبغ شعرها عشان يبقى زي شعر ساندي، وبتروح تشتري جاكيت زي اللي ساندي كانت لابساه. بس إلي بتتفاجئ لما بتلاقي الكافيه اللي غنت فيه ساندي. بعدها إلي بتكون في المدرسه وبتشتغل على الفستان بتاع ساندي، والمدرسه بتاعتها بتكون معجبه بيها قوي وبتقول لكل الطلبه انهم يعملوا تصميمات حلوه زي إلي بعد ما بتخلص مدرستها بتروح تدور على شغل في كافيه، بس إلي بتشوف راجل عجوز بيبص لها جامد وكانه يعرفها لدرجه انه بيمشي وراها وبيسالها اذا كان قابلها قبل كده، فبتقول له لا. بالليل إلي بتشغل مزيكا من بتوع الستينات وبتنام وبتصحى تلاقي نفسها في الكافيه اللي بتغني فيه ساندي، لكن إلي بتتفاجئ ان ساندي مش هي اللي بتغني وبتكون من ضمن الفرقه اللي ورا المغنيه الاساسيه. إلي بتروح لساندي في اوضتها وبتلاقيها زعلانه جامد لدرجه انها بتكسر المرايه اللي قدامها. وبعدها إلي بتكتشف ان جاك بيخلي ساندي تتعرف على رجاله وبيعرفها ان لو عاوزه تكون مطربه مشهوره لازم يكون ليها علاقات كتير، لكن ساندي بترفض انها تتعرف على حد وبتهرب من جاك وبتروح على اوضتها. إلي بتصحى من النوم متنرفزه قوي وبتروح على المدرسه وبتحاول تقطع التصميم بتاع فستان ساندي، بس المدرسه بتاعتها بتلحقها وبتحاول تهديها. المدرسه بتكون فاكره ان ساندي مش قادره تكمل التصميم فبتنصحها انها تاخد
تاخد وقتها وتبدا من تاني لما تهدى. بالليل جون بيروح لإلي شغلها عشان يطمن عليها. إلي بتتكلم معاه شويه وبتعرفه انها كويسه. بعدها إلي بتخرج عشان تكلم جدتها، وبعد ما بتخلص المكالمه بتلاقي الراجل العجوز بينده لها باسمها، ولما بتساله هو ازاي عرف اسمها بيقول لها انه لازم يعرف المعلومات عن اي بنت جميله بيشوفها. إلي لما بترجع البيت بتحلم بساندي اللي بتكون محبطه جامد بعد ما جاك كدب عليها. بتفضل ترقص دايما عشان تخرج نفسها من زعلها. وفي يوم ساندي بتقابل راجل اسمه سام باين عليه راجل محترم قوي، بس بيفضل يسال ساندي اسئله كتير وبيطلب منها تحكي له حكايتها. إلي بتحاول تخلي ساندي ما تحكيش حكايتها لسام علشان إلي عرفت ان سام يبقى ضابط بوليس، لكن ساندي مش شايفاها اصلا، فبتقوم كسره المرايه اللي بينهم عشان تمنعها. بعدها إلي بتلاقي نفسها في الاوضه بتاعتها وبيكون في مرايه في السقف وبيظهر لها اشباح، فبتقوم خارجه من الاوضه وقافله الباب. وبعد شويه بتفتح الباب تاني تلاقي اشباح اختفت. إلي بتروح على المدرسه، وفي اخر اليوم جون بيطلب منها تخرج معاه وبتوافق، وبياخدها وبيروحوا على حفل الهالوين وبيفضلوا يرقصوا وبيكونوا مبسوطين قوي. لكن إلي بتشوف ساندي وبتشوف الاشباح في الحفل وبتخرج جري من الحفل، لكن جون بيخرج وراه وبيتكلم معاها وبيحاول يخرجها من اللي هي فيه. جون بيوصل إلي للبيت وبيطلع معاها اوضتها عشان يطمن عليها، لكن بيتفاجئ ان إلي بتجيلها هلاوس وبتصرخ جامد لانها بتكون شايفه اشباح الرجاله اللي استغلوا ساندي. مش بس كده، دي بتشوف جاك وهو بيحاول يموت ساندي، فبتزق جون على المرايه وبتتكسر كلها. لكن ميس كولينز بتسمع صوت إلي وبتفتح باب الاوضه وبتطلب من جون انه يمشي، وبتهدي إلي وبتطمن عليها وبتطلب منها تنام. تاني يوم إلي بتعتذر لميس كولينز على اللي حصل وبتسالها اذا كان في حد مات في الاوضه بتاعتها ولا لا. ميس كولينز بتستغرب من سؤالها وبتعرفها ان مفيش حد مات في الاوضه. إلي بتروح على المكتبه عشان تراجع جرائم القتل اللي حصلت في الستينات، لكن الاشباح بتظهر لإلي. إلي بتخاف جامد وبتيجي منهم بسرعه وبتروح على اسم الشرطه وبتعرفهم ان عندها معلومات عن جريمه قتل حصلت في الستينات، والضحيه هي بنت اسمها ساندي، وانها عارفه الراجل اللي موتها وان اسمه جاك. إلي بتوصف للبوليس الراجل العجوز اللي قابلها قدام الكافيه وبتقول لهم ان هو ده جاك اللي موت ساندي، بس المحققين ما بيصدقوهاش وبيشكوا انها ممكن تكون تعبانه او مش نايمه كويس. لكن لما بيلاقوها مصره على كلامها بيهودوها وبيوعدوها انه هيدوروا في الملفات عن القضيه اللي قالت عليها. بعدها إلي بتروح على شغلها وبتلاقي الراجل العجوز مستنيها، فبتقوم مشغله التسجيل بتاع التليفون وبتتكلم معاه وبتساله اذا كان يعرف بنت اسمها ساندي، فبيقول لها انه يعرفها طبعا. إلي بتعرفه انها بلغت عنه البوليس عشان هو اللي موت ساندي، لكن الراجل بيسيبها وبيمشي، فبتقوم وراه وبتفضل تنده عليه باسم جاك، لكن الراجل بتخبطه عربيه وبيموت. إلي بتعرف من كارول صاحبه الكافيه ان اسمه سام وكان بيشتغل ضابط شرطه في قسم الاداب زمان. إلي بتعرف ان هو ده الراجل اللي كان بيسال ساندي وهي ما خلتهاش تكمل كلامها معاه. إلي بتلاقي جون جه عشان يطمن عليها وبتطلب منه يروح يجيب عربيته عشان يوصلها لبيت جدتها لانها خلاص ما بقتش مستحمله العيشه في البلد دي، وبيوصلوا عند البيت عشان تروح تجيب حاجتها. إلي بتكون خايفه تطلع الاوضه، فبتعرف جون انها لو اتاخرت جوه اكتر من ربع ساعه يدخل يطمن عليها، وبتروح تقعد مع ميس كولينز وبتعرفها انها تمشي من البيت بسبب اللي بيحصل لها ده. لكن ميس كولينز بتعرفها ان في حد من البوليس جالها عشان يعرف اذا كانت تصرفاتها سليمه معاها ولا لا، لان الشرطه شاكه ان إلي ممكن تكون مجنونه. إلي بتحكي لها عن قصه ساندي وبتسالها اذا كانت ساندي ماتت في الاوضه اللي فوق. بتتفاجئ ان ميس كولينز بتقول لها ساندي ماتت في الاوضه اللي فوق، بس ماتت بالحياه، انها لما جت مدينه سوهو كانت عاوزه تبقى مطربه مشهوره، لكن جاك استغلها وخلاها تعمل حاجات غلط، عشان كده هي موتته في الاوضه. مش بس كده، دي موتت كل راجل استغلها وغلط في حقها ودفنتهم تحت الخشب اللي في الاوضه، ومن يومها والبوليس معتبرهم مفقودين. إلي بتتصدم لما بتعرف ان كولينز هي ساندي. في الوقت ده جون بيكون قلق على إلي وبيخبط على الباب، فبتقوم كولينز واخده السكينه ورايحه تفتح له. إلي بتقوم عشان تحذر جون وبتوقع الطفايه اللي بيكون فيها سيجاره كولينز، لكن جون بيكون دخل من الباب وكولينز بتعوره في بطنه. بعدها كولينز بتكون عاوزه تموت إلي وبتظهر لها في صوره ساندي. إلي بتتفادى ضربات السكينه منها وبتطلع على الاوضه بسرعه وبتقفل الباب، وبتكون عاوزه تروح على التليفون عشان تتصل بالبوليس، لكن بتلاقي الاشباح بتظهر لها من تحت الارض من الحيطان بتاعه الاوضه وبتمسكها وبيحاولوا يمنعوها توصل للتليفون، لكن ساندي بتكسر باب الاوضه وبتشوف اشباح الرجاله اللي هي موتته وبتحس بالغلط اللي هي عملته، عشان كده بتطلب من إلي تخرج من البيت قبل ما تموت وسط النار. بس إلي بتكون عاوزه تنقذها، لكن ساندي بتزقها وبتطلب منها تنقذ جون وتنقذ نفسها من الحريق، وبتقعد هي في الاوضه. إلي بتنزل بسرعه عشان تنقذ جون، بس رجاله المطافي بيكونوا وصلوا وبينقذوهم. بعدها بفتره بنلاقي عرض ازياء من تصميم إلي وبيكون كله من موضه الستينات، وبتكون جدتها في العرض هي وجون، وبعد العرض ما بيخلص بيباركوا لها على نجاح، وبتكون إلي مبسوطه قوي من اللي هي عملته. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيلم او لنهايه القصه. يا رب يكون فيديو المره دي عجبكم. السلام عليكم.